عمرو دياب شوه وشها وكان عايز يقتلها. يا ترى ايه تفاصيل قصه فتاه بورسعيد وايه موضوع القضيه؟ ده اللي هتعرفه في الفيديو ده، تابعوا لحد الاخر عشان تعرف التفاصيل من صاحبه الشأن، ونتمنى دعمكم ليها. عايزك تحكي اللي حصل معاك بالظبط يوم الواقع. يوم الواقع انا لقيت، انا كنت قاعده بصلي الفجر. تمام، انا لقيت اختي خبطت على الباب. ولادي قالوا لي ماما ده خالته، افتحوا الباب. فتحوا الباب، لقيتها هي دخلت. طبعا انا كنت قاعده على سجاده الصلاه لانهم فتحوا من خالتها. يعني انا قبلها طبعا قبل الواقعه كنت بعمل استغاثات كتير بقالي 15 يوم. الحقوني يا جماعه انا بتهدد، ده فلان بيهددني ان هو يقطع لي وشي وموقف لي ناس تحت البيت وبيراقبني وانا ما بنزلش من البيت، ومقدمه استغاثات على السوشيال ميديا كلها ان حد ينجدني. يعني ما حدش طبعا سأل فيا خالص. فلغايه لما يوم الواقعه طبعا جاب لي اختي عشان افتح لها الباب. لقيته دخل بقى وراها بصاعق ملثم. انا عندي كاميرات في العماره عامه. دخل البيت ملثم معاه صاعق ومطوه، ولقيته بيقول لي قومي. هي داخله عليا، اختي داخله عليا تقول لي بتصلي وعارفه ربنا. رحت انا فببص لها كده، انا عارفه بقى ايه اللي هيحصل لي لان انا متهدده. فلقيته دخل عليا، قومي من على قومي. قلت له والله من قايمه من على سجادتي، انا كده هتقطع بقى. تمام، راح جالي على سجاده الصلاه وقاعد اللي هو عايز وشي باي طريقه. حضرتك قعدت ادافع على وشي، ما عملش. بص حضرتك تمام، ووشي طبعا متبهدل. دي هنا ماشي، وهنا دي كانت ضربه برضو مؤديه للموت. طبعا انا بدافع عن حضرتك، بدافع على وشي لقيته. ايوه ومطيه. ايوه اهي شرايين. تمام. وقعد حضرتك عايز وشي باي طريقه، وانا ما رضيتش اخليه يعني كل ما دافع عني يقوم ايه وعملني بالصاعق الكهرباء اللي معاه. فقلت له انا هدومي مبلوله، انا بموت، علشان انا كنت مطرح الوضوء وكده كانت هدومي مبلوله. المهم راح قاعد بقى ايه، قاعد يقطعني في ايدي لغايه لما رفعت وشي. راح جابني كده حضرتك. انا يعني دي كان ممكن بدل ما تيجي كده كان ممكن يذبحني حضرتك. تمام، حسبي الله ونعم الوكيل. لغايه لما قطعني ومشى. جه بعد ما مشى انا رحت بقى اتخيط في المستشفى. جوز اختي ده، اخو جوز اختي اخدني المستشفى لان هم كانوا جايين مع بعض هم الثلاثه. اخو جوز اختي ده اخدني خيطني في المستشفى. تمام. مين اللي ارتكب الواقعه ذات نفسه؟ اسمه ايه؟ عمرو دياب، عمرو خالد الشهير بعمرو دياب. هو في صله قرابه بيني وبينه، يعني هو في صله قرابه بيني وبينه. هو كان بيعمل كده ليه اصلا؟ او عايز ايه؟ هو على طول يجي يتعدى عليا ويكسر عليا الباب 6 سنين انا مضطهده منه. انا كنت اتجوزته شهر ونص، اتجوزته حضرتك شهر ونص. طبعا لما عرفت اللي هو قمه السفاله ديت انا ما عجبنيش بصراحه. انا ما كنتش اعرف، انا في حقيقه ضحك عليا في الاول منه. ازاي بقى اللي انا ما يعجبنيش؟ لا غصب عنك، انت بتاعتي، غصب عنك. خلاص احنا اللي بينا خلاص انتهى، بس لا انت بتاعتي، ولا لغيري، ولا تشوفي مصلحتك. يعني حتى لما بشوف مصلحتي عشان اجيب رزق بناتي لا ازاي تشوفوا مصلحتك والناس تحبك؟ الناس تحبك ازاي؟ انا كنت معروفه والناس كلها كانت بتحبني حضرتك. كان كل الناس بتثق فيا، والحمد لله باخلاقي وباحترامي الحمد لله، ولا انا ماشيه غلط ولا انا فيا عيب، ولا الحمد لله انا بتقي يعني بتقي الله في كل حاجه في حياتي علشان خاطر بناتي. هو بقى مش راضي بكده، مش عاجبه ان انا الناس تحبني، مش عاجبه ازاي ابقى كويسه. ايه اللي حصل معاه بعد كده؟ ولا حاجه بعد كده بقى. بعت لي ناس اتنازلي علشان لو ما تنزلتيش عملت محضر بعد قد ايه؟ عملت محضر في نفس اليوم الواقع. لا ما تمسكش، لا وبتهدد ما تمسكش. حتى اختي اتمسكت، هي واحمد اللي كانوا معاه، اللي كانوا جايين معاه، اتمسكوا وطلعوا من النيابه تاني يوم. انا معايا تسجيل بيثبت ان هو جالي وعمل فيا كده، وعندي كاميرات في العماره. تمام، لو هو عمل مثلا حاجه عشان ياخد الكاميرات دي، لان هو طبعا الناس كلها بتخاف منه. تمام، ويسيطر في اي مكان، بيسيطر في اي مكان ويقدر يسيطر على الناس بتوع الكاميرات. تمام، لو سيطر عليهم انا الحمد لله رب العالمين كلمني بعدها. ما مسكوش ليه؟ الاسم ما مسكوش ليه؟ مباحث ما مسكتوش ليه؟ بص حضرتك هو واصل قوي، وحضرتك جه قبل كده كسر عليا الباب وقعد في بيتي غصب عني 7 ايام ويضربني ويعالجني. تمام، علشان يستخبى عندي. كان مطارد من الحكومه وعارف ان انا لا باليد حيله. فاهم؟ بلغت الحكومه قبل كده عنه؟ ايوه بلغت. انا عامله له قبل كده قضيتين، وقضيه اخذت فيها 3 شهور، ورحت اتنزلت له خوفا منه. 3 شهور حضرتك، يعني هيطلع يعمل فيا ايه؟ انا كده مش عارفه الم نفسي منه، يعني مش عارفه الحق نفسي ولا بناتي من اللي بيحصل لي منه. ال3 شهور دول لو كان خدهم واتحبسهم كان هيحصل لي انا ايه؟ وسبحان الله، واللي انا كنت خايفه منه لقيته، وبستغيث بالناس كلها وما فيش حد بيلحقني منه، لان كله بيخاف وكله بيعمل له 1000 حساب.
الوقت انا ماليش الا ربنا، وليا القضاء العادل باذن الله يجيب لي حقي. يعني انا استحملت 6 سنين كتير، وما كانش سبحان الله ما كانش في حد بيقف جنبي لغايه لما الوضع اللي حصل لي ده وسبحان الله. الحمد لله الحمد لله. انا بطلب بس بطلب اي حد يا جماعه يساعدني. والله العظيم انا تعبت كتير جدا، والله تعبت في حياتي منه. مش عارفه اشوف، مش عارفه اشوف حياتي، مش عارفه اشوف. يعني انا يعني اللي بقول بناتي ما حدش بيساعدني، وسبحان الله كل ما اجي اللي انا اشوف حياتي انا مش عارفه اشوف حياتي منه. انا مش عارفه اشوف حد يا جماعه يساعدني بجد ارجوكم، لان انا تعبت والله العظيم. انا تعبت وماليش الا ربنا. انا يتيمه ام واب من صغري الحمد لله، وانا والحمد لله ما فيش حد يعني كله بيشهد لي ان انا الحمد لله سمعه كويسه، والناس كلها اللي اتعاملت معايا عارفين انا على ايه. يعني انا صعبان عليا نفسي بعد ما اللي انا كنت فيه، بعد الحال اللي انا كنت فيه والحال اللي انا وصلت له ده. بس انا بقالي يمكن دي رحمه من ربنا عليا برضو ان يبعد واحد زي ده عني وعن طريقي. بعد ما سمعنا القصه كامله من منى اللي طبعا اتشوه وشها واتشوهت ايديها، والموضوع كان يعتبر في جريمه شرف قتل، نتمنى من الجهات المسؤولة سواء نيابة عامة أو سواء وحدة المباحث المختصة ونداء عاجل للسيد وزير الداخلية بسرعة ضبط المتهم عشان يقدم للمحاكمة. سرعة ضبط عيل بلطجي زي ده يسعى في الأرض فسادا، يقطع واحدة زي دي قدام مرأة ومسمع من الجميع وقدام عيالها في قلب بيتها، ويتهجم ويقتحم البيت ليلا ومعاه أسلحة بيضاء، ويقطع لها وشها ويقطع لها شرايين ايديها كده، ولسه حتى وقتنا هذا حر طليق. ده ما يرضيش ربنا ولا يرضي اي حد من القيادات المسؤوله. سيد رئيس مباحث بورسعيد، الواد ده ما تمسكش حتى وقتنا هذا. الواد ده بقى له قد ايه؟ الواد ده ممسوك الواقعه من امتى؟ 26/4 حتى وقتنا هذا الواد ده ما تمسكش. وده استغاثه ونداء، يعني مش عايز اقول من اهالي بورسعيد، لا، من العداله ذات نفسها للسيد وزير الداخليه. الواد ده ما تمسكش، شوه وشها وقطع ايديها، والواد ما تمسكش. الناس لن تامن طالما الاشكال الضاله اللي زي دي ما بتتعاقبش فوري وما بتتحبسش فوري.